السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الجزائريين في فيديو جديد من قناة ابن الدولة الجزائرية الحرة. خوتنا في الفيديو هذا كنت نتصفح عادي في موقع التواصل الاجتماعي حتى نتلاقى يا خوتي بهذا التونسي اللي هو كبير في العمر، يعني ماشي واحد صغير ولا اللي ما نديروش عليه، إنسان كبير في العمر. خرج ويقول ويتكلم يعني في فيديوهاته، يعني يتكلم بطريقة شغل يعيط ويهدر هكذا، وهو كان يوجه رسالة للتوانسة. الرسالة هذه أنا كان وجهها للتوانسة بلا ما تكرر الجزائر ولا ماشي الجزائريين، ما نشوفش كاع الفيديو تاعو، نجوز ديريكت. التونسي هذا كذب كذبة، وانا لي كذب على بلادي انا نكون معاه في المرصاد من الاخر، وتكون وش تكون نكون معاك في المرصاد. خرج ويقول باللي كاين في تونس 40,000 جندي جزائري مدني شغل سيفيل هكذايا بعثتهم الجزائر لتونس. واش قال لهم واش راهم يديروا في تونس؟ قال لهم باللي راح يخلطوها وراح شغل يديروا كيما صرات في الجزائر في العشرية السوداء، راح يديروا هكا في تونس. والمهم خوتي انا واش غنقول تونسي، نخليكم نتوما تشاهدوا الفيديو، كل واحد فيكم يرحم باباكم يرجع له في التعليقات. والله غير عيب عليك تكذب في رمضان وتحلف وزعما يقرا في القرآن مع الاخر ويقول زعما انا على ما اقول الله شاهد. عيب عليك عيب عليك، احترم برك، احترم السن تاعك. جيت تكذب على الجزائر والجيش الجزائري فارغين شغل. احنا نبعثوا 40,000 جندي تونس باش يديروا لكم انقلاب. الله المستعان الله المستعان. شتو خاوتي كل خطرة هادو دوكا ما فهمناش. انا زيد تتاكد بلي الجزائر وحدانيه وواحد ما يحبنا من الاخر خوتنا. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو، شغل ما كاش واش ترجع له، شي يهضر كاع كذب ودخلت للتعليقات شتون كاع يقولوا له ريح ما تكذب ريح ما تكذب ريح ما تكذب. كاين فئه صغيره برك اللي امنوه راكو تعرفوا شكون. المهم انا نقول لك ربي يهديك واحشم على روحك، احشم على روحك، احشم على روحك. احنا ماشي فارغين شغل باش نخلطوا لكم بلادكم ولا نديروا اي افسعيه نتمس بتونس. مالغري توانسه انا نشوفوا فيهم بلي راهم يدنوا بزاف الجزائر بكل الطرق، ماناش نقولوا كاع بصح فئه كبيره. المهم ربي يهدي الجميع خوتي، باش ما نطولش عليكم كل واحد فيكم رجع له في تعليقات. والسلام عليكم، خليكم تشاهدوا معنا هذا الفيديو تاع التونسي. حاب نقول لكم اللي سعيد شنقريحة هو اللي يحكم في تونس. حاب نقول لكم اللي فما ما يعادل الآن ومن مصادر موثوق بها يشهد عليه ربي سبحانه وتعالى أنه أكثر من 40,000 جندي جزائري، أكثر من 40,000 جندي جزائري بأزياء مدنية على التراب التونسي، يسكنون في الأوتيلات، يسكنون في ثكنات عسكرية وثكنات أمنية. نحب نقول لأحرار وحرائر الجيش التونسي والأمن التونسي، إذا كان أنتم تسكتون عن هذا الاستعمار تأكدوا أن بناتكم ونساءكم وأخواتكم وأمهاتكم هم الذين في الصف الأول للاغتصابات التي سيقوم بها الجيش الجزائري في تونس. تأكدوا من ذلك. ولذا لطفي غرس يقول لكم تسحروا بهم قبل ما يتعشوا بكم. حينها تحميوا بناتكم يا جيش تونس، تحميوا نسائكم، تحميوا أمهاتكم، تحميوا المرأة التونسية من الاغتصابات. وراهي تونس إذا كان ما تتحركوش خلال الأيام القادمة، أقسم برب العزة باش تمروا ب10 سنوات ظلمة. أقسم بالله العلي العظيم سيذبحونكم ويستحيون نساءكم يا توانسة، فيقوا. أقسم بالله العلي العظيم باش يصير لكم ما حصل في التسعينيات عند إخواننا الجزائريين بتنسيق بين المخابرات الجزائرية والفرنسية. أقسم بالله العلي العظيم يا كوادر الجيش التونسي، والله العظيم عائلاتكم ليست في مأمن من جيش الجزائر. إذن عندكم 40,000 مجرم
موجودين على تراب تونس، يسكنوا في الليزوتيل والثكنات العسكرية والثكنات بتاع البوب في بوشوشة وفي كل الثكنات الأخرى في جميع أنحاء تونسنا الحبيبة. ولذا يا شعب تونس حاب نقول لكم احميوا وطنكم قبل ما تمروا ب10 سنوات ظلمة، قبل ما تمروا ب10 سنوات يذبحونكم. اقسم بالله لن يرحموكم، اقسم بالله العظيم لن يرحموكم. وينكم يا احرار جيش تونس؟ تعرفوهم اللي موالين لسعيد شنقريحة، تعرفوهم. شتو تحطوا عائلاتهم في الإقامة الجبرية في إحدى الثكنات وانتهى أمره، ويكون المرسوم والبيان رقم 1 فقط. وتشوفوا المجتمع المدني تشكلوا حكومة تسييرية مؤقتة لمدة 6 أو 7 أشهر إلى أن تأتي الانتخابات وتكون تونس عادت إلى الديمقراطية وإغلاق الحدود نهائيا. مع من قتلوا شكري بالعيد ومع من قتلوا إخواننا من الجيش التونسي والأمن التونسي والحرس التونسي في جبل الشعامبي. وأقسم بالله العلي العظيم لو ما تتحركوش يا جيش تونس ويا أمن تونس، لو ما تتحركوش خلال الأيام القليلة القادمة، أقسم برب العزة لن تكون عائلاتكم سليمة ولا في مأمن. إذا كان شعبهم ونسائهم وأطفالهم في التسعينيات ما لقاوش فيهم الخير، مش نلقاو فيهم احنا التوانسة قديتو. ولذا إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا فهمتوني. والأيام القليلة القادمة بإذن الله السميع العليم نهاية قيس سعيد ونهاية كبرنات فرنسا. شدوا بلادكم، وإذا كان فما رجال في الجزائر سيقومون بثورة مجيدة صحيحة بإذن الله. واضح والفهم يفهم. إذن الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نهاية قيس سعيد ونهاية هذا الكابوس ما نعرفش منين جانا للأسف الشديد. شعب كامل هزوز ملايين اللي انتخبناه قيس سعيد. نسينا الآية تاع الرحمن سبحانه وتعالى في سورة البقرة اللي تقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قيس سعيد كي يلقانا احنا وكذا والشعب آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يحكي ربي على شياطين الإنس كشنقريحة وتبون والقائمة تطول. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن فرق الشعب، هذا مع قيس سعيد وهذا ضد. للأسف الشديد احنا بلاد واحدة، حتى اللي مشاوا مع قيس سعيد وما زالوا مع قيس سعيد مش مشكل، ممكن نسامحوهم نيا با بروبليم ويفيقوا كيما اللي كانوا مع بن علي المقبور ثم فاقوا بعد الثورة. مش مشكل، كلنا توانسة، كلنا اخوات، لكن نتعاركوا فيما بيننا، نتعاركوا فيما بيننا. لكن انا والخويا التونسي اللي متعارك انا وياه ونكره ويكرهني معا يد واحدة كالرجل الواحد ضد الاستعمار الجزائري. وقولوا قالها لطفي غرس، فيقوا يا شعب تونس أو أن نساءكم معرضة إلى الخطر وأنتم كذلك. وتأكدوا من كلامي وأقسم بالله على ما أقول شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.